أهلا وسهلا أصدقائي المتابعين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الفرق ما بين الكومبايليشن والانتربريشن. تخيل معايا إن أنت لما تكتب الكود الكمبيوتر مش بيفهمه، لازم نترجم له الكلام ده. زي لما يكون عندك كتاب عربي وعايز تقراه لصاحبك الأجنبي، فأنت عندك طريقتين: إما تترجم الكتاب كله مرة واحدة وده عبارة عن الكومبايليشن، أو إنك أنت تترجمه سطر بسطر وهو اللي بيحصل. والطريقتين دول هما اللي بيحصلوا مع الكود. دلوقتي هنتكلم عن ازاي الكومبايليشن بيشتغل. اول حاجة بيبدأ بالسورس كود، اللي هو الكود اللي انت كتبته. الكود اللي انت كتبته هو عبارة عن كلام انت بتكتبه، زي مثلا لما نيجي نترجم اهلا، فاهلا دي تعتبر السورس كود بتاعنا. تروح للكومبايلر اللي هو المترجم، فالمترجم بياخد اهلا فبيجي بيحولها للماشين كود اللي هي hello اللي هي موجودة. طبعا ده مثال، لكن الحقيقة اللي بتحصل إن السورس كود ده بيبقى عبارة عن لغة أنت بتختارها، C بلس بلس أو جو أو كابل. بعدها اللغة مثلا C، فأنت بتكتب سطر سطر سطر. ومن خلال السطور دي الكومبايلر بياخد اللانجوج دي، بيعمل لها كومبايلنج، بيحولها للماشين كود. الماشين كود ده بيبقى عبارة عن باينري، أرقام صفر وواحد، اللي البروسيسور بيفهمها وبيشتغل عليها مباشرة. طبعا عندنا من المميزات بتاعة الكومبايليشن إن هو هاي بيرفورمانس. طب هو ليه هاي بيرفورمانس؟ عشان هو بيتنفذ مباشرة من البروسيسور، مش مضطر إن هو يمر على أي وسيط، ومش مضطر إن هو يمر على أي مرحلة تانية. طبعا إحنا بنكتشف early error detection، بنكتشف الأخطاء بشكل مبكر، عشان الأخطاء بتظهر وقت الترجمة. الconfidentiality بتاعة الكود، وهي سرية الكود الأصلي مخفي. طبعا هو بيتحول لملف exe اللي هو المستخدم أو اليوزر يقدر إن هو يستعمله على طول، فالconfidentiality بتاعته بتبقى عالية. نقدر إن احنا نعمل direct hardware access، إن احنا نقدر نتحكم في الهاردوير بطريقة مباشرة. ولذلك دايما لغة زي لغة السي أو السي بلس بلس نقدر إن احنا نستعملها دايما في المايكرو كنترول أو أي ماذر بورد، نقدر إن احنا نعمل لها برمجة. دلوقتي هننتقل ازاي الانتربريشن بيشتغل. الانتربريشن على عكس الجزء اللي هو بتاع الكومبايليشن، هو برضو بيبقى عبارة عن ان احنا عندنا في سورس كود بنعمل، وفي انتربريتر، وفي مرحلة بتاعت الاكسكيوشن. هو نفس الكود، بس بيبقى فيه لغات معينة، لغة زي بايثون او بي اتش بي او روبي. طبعا الانتربريتد languages زي بايثون بيجي فانت تكتب السطر بتاعك باللانجوج بتاعتك اللي انت مختارتها. بعد كده، بعد ما بتكتبه هو بيبقى جاهز انك انت تعمل له رن. بعد ما بتدوس رن بيتحول للفيرتشوال ماشين، ومن الفيرتشوال ماشين بيتحول للماشين كود. فبالتالي هو بيمر على مرحلة زيادة بعد الانتربريشن، او بعد ما الانتربريتر بيبتدي ان هو يترجم سطر بسطر. طيب تعال نتكلم عن السورس كود. السورس كود ده هو الكود اللي انت بتكتبه، او السطر بتاع الكود اللي انت بتكتبه. الانتربريتر هو المترجم الفعلي اللي هو بيفضل قاعد قدامك عشان يترجم لصاحبك. الاكسكيوشن تايم هو كل سطر اللي بيتنفذ لحظيا من غير اي ترجمة مسبقة. يعني انت بتقول لي ايه دلوقتي؟ يعني احنا عندنا دلوقتي الكومبايليشن، انت بتترجم الملف كله من اوله لاخره، وصاحبك بياخده وبيقراه. هنا انت بتجيب مترجم اللي هو الانتربريتر، بيفضل ان هو يترجم لك سطر بسطر، انت تقول كلام فيترجمه ويقوله لصاحبك، انت تقول كلام فيترجمه ويقوله لصاحبك، وهكذا. طبعا الخصائص الاساسيه بتاعت الانتربريشن ان هو ان اندبندنس، انك انت يعني عادي جدا انك انت تستعمله على اي
اوبريتنج سيستم، اي نظام تشغيل موجود. مش لازم انك انت مثلا لو انا عايز احوله من ماك او احوله لويندوز او كده ان انا اضطر ان انا اكتب الكود من الاول واعمل له كومبايليشن من الاول. انك انت تقدر انك انت تطوره بسرعة بسبب انك انت بمجرد انك انت بتغير في الكود فتقدر انك انت تعمل له ايه، تعمل له رن. لكن هناك في الكومبايليشن انت لو غيرت في الكود فانت بتضطر انك انت تعمل له كومبايليشن او تضطر انك انت تطبعه بشكل كامل او تترجمه بشكل كامل ل exe، وبعديها من خلال ال exe ده تقدر انك انت تشغله او تعمل له run. هنعمل مقارنة سريعة ما بين compilation وال interpretation. ازاي الكومبايلر بيشتغل on source code؟ بتعمل له processing من خلال الكومبايلر على طول بيحوله للماشين كود. الماشين كود بيطلع لي الاوتبوت. الانتربريتر بيبقى عندي source code. source code ده بيروح للانتربريتر، ومن خلال الانتربريتر بيروح للكومبايلر، ومن خلال الكومبايلر بيروح يعمل ماشين كود، ومن خلال الماشين كود بيروح للاوتبوت. فطبعا الانتربريتر بياخد طبعا بروسيسنج او بياخد فيزز اكتر بكتير جدا من الكومبايلر. تعال نيجي بقى من ناحية البروسيس الكومبايليشن عندنا العملية بتاعته ترجمة كاملة. أما بالنسبة للانتربريشن فهو بيترجم سطر بسطر. بالنسبة للبرفورمانس أو السرعة فطبعا الكومبايليشن أسرع بكتير جدا من الانتربريشن عشان هو بيدخل على طول على السي بي يو وبيترجم. لكن الانتربريشن بيحتاج ان هو يعمل كومبايلر او كومبايليشن اصلا للكود وبعديها يترجم. الاخطاء او الايرور هاندلنج طبعا بتظهر وقت الترجمة، ده بالنسبة للكومبايليشن. بالنسبة للانتربريشن فبتظهر وقت التشغيل او وقت الرن. بالنسبة للبلاتفورم او المنصات او الاوبريتنج سيستم فانت مضطر انك انت في الكومبايليشن تعمل ملف لكل نظام. اما بالنسبة للانتربريشن فانت تقدر انك انت تعمل كود واحد لكل الانظمة. بالنسبة للديفلوبمنت أو التطوير فطبعا الكومبايليشن بياخد وقت أطول ودورة أطول في التطوير. أما الانتربريشن بياخد دورة أسرع، واتكلمنا ليه. هنتكلم دلوقتي عن مميزات وعيوب الكومبايلد لانجوج. الكومبايلد لانجوجز المميزات بتاعتها إن هي عندها أداء سريع جدا وخارق. بنكتشف الأخطاء بشكل مبكر. عندنا كود آمن وسرية للشركات. بنقدر إن إحنا نتحكم بكل شيء ونوصل لكل حاجة في النظام بشكل أساسي وسريع. عندنا بقى ال disadvantages أو العيوب، إن إحنا عندنا لازما إنك أنت تعمل ملف لكل نظام. وقت الترجمة بيكون طويل، وطبعا بتحصل وقت أطول كمان مع المشاريع الكبيرة ومشاكل أكبر مع المشاريع الكبيرة. بيبقى فيه مرونة أقل، مش ممكن إنك أنت تعدل عليه وهو شغال. لازما كل مرة أي تعديل أنت بتعمله تحتاج إنك أنت تترجم الكتاب كله من الأول. دلوقتي هنتكلم عن المميزات والعيوب بتاعة ال Interpreted Languages. نتكلم عن ال Advantages أو المميزات. طبعا ال Advantages إن هو بيشتغل على أي حتة وفي كل نظام وفي أي مكان أنت تقدر إنك أنت تروحه فهو معاك. ليه؟ إحنا قلنا إن هو خلاص أنت تكتبه مرة هيشتغل في كل حتة عشان هو معاه المترجم الخاص بتاعه. المترجم هيفضل قاعد معاك، هيترجم سطر بسطر، يروح يقول لك الترجمة بتاعت الكلام. هو ده ببساطة ولا هو بيعمل. التطوير طبعا بيكون سريع بسبب انك انت بتجرب بشكل فوري في كل حاجة. عنده مرونة عالية جدا بسبب انك انت تقدر تعدل الكود وهو شغال. تقدر انك انت تصحح اي مشاكل في الكود عشان انت تقدر تغير فيه وهو شغال. مشكلته ان هو
سطر بسطر، فبالتالي ان هو ابطأ من الترجمة المسبقة او من الكومبايليشن. الكود مكشوف لكل الناس، فالناس تقدر، الناس اللي كتبته تقدر تشوفه، واليوزر اللي هو خده برضه يقدر ان هو يشوفه. مش كل الاخطاء بتظهر في الاول، ولكن لازم انك انت تعمل execution او تعمل ايه run time. طبعا بياخد استهلاك اكتر في الموارد، عشان دايما الانتربريتر لازم يكون شغال دايما. يعني لازم يكون المترجم شغال على طول 24 ساعة، مش هو خلاص اترجم فخلاص بيشتغل مرة واحدة. تعالى بقى الأمثلة على اللغات اللي هي ال compiled وال interpreted. اللغات المترجمة أو ال compiled language، عندنا لغات زي السي اللي هي أم لغات الأنظمة المدمجة. عندنا حاجة زي السي بلس بلس، وهي أم الألعاب والتطبيقات. طبعا السي اتعملت 1972، والسي بلس بلس اتعملت 1985. عندنا لغة زي جو اللي هي اتعملت 2009، ودي لغة جوجل المتخصصة في الخدمات السحابية. عندنا راست اللي هي اتعملت 2010، وهي بديل آمن للسي بلس بلس، طبعا أحدث وأفضل منها. عندنا لغة زي لغة سويفت اللي هي بنستعمل في التطبيقات بتاعت اي او اس وابل وماك، ومين ما يعرفش ابل. عندنا هاي سكيل ان احنا بنستعمله في اي حاجة متعلقة بالستاتستكس او الداتا ساينس، وده اتعمل في 1990. عندنا بقى الانتربريتد لانجويجز اللي هي اللغات اللي بتترجم سطر بسطر زي بايثون، اللي اتعمل 1991، واللي احنا دلوقتي بنستعمله في الذكاء الاصطناعي، والاشهر حاليا والاسهل استعمالا واستخداما. عندنا الجافا سكريبت، ان احنا لغة الويب بامتياز تقدر تستعملها فرونت اند وباك اند، اتعملت 1995. عندنا روبي اللي هي ابسط واجمل حاجة، هي عبارة عن البساطة والأناقة بشكل عام. تقدر انك انت تستعملها في لغة الويب، وتقدر انك انت تستعملها في السكريبت. عندنا بعد كده البي اتش بي اللي احنا هو اساس كل الويب ديفلوبمنت، او اساس كل الويب سايتس اللي هي موجودة لحد دلوقتي. عايش من 1995. هو المتخصص في الباك اند، ان هو يربط الفرونت بالباك، عشان هو لغة سيرفر سايد. وفي نفس الوقت هو ووردبريس أشهر منصة عالميا حاليا مبني عليها وشغال عليها. عندنا بعد كده البيرل، وده اللي بيعمل تكست بروسيسنج، أو إن هو بيعمل معالجة للنصوص. وعندنا بيزك اللي هو beginner programming، اللي هو تقدر من كده تستعمله في بداية حياتك لو أنت عايز تتعلم برمجة. وبرضه في نفس الوقت هو بيستعمل في الإديوكيشن أو في التعليم. عندنا في لغات مختلطة زي جافا وسي شارب، دي بتستعمل الانتربريشن وتستعمل برضو الكومبايلد لانجوج. دي بتستعمل الكومبايليشن بتحوله، بتستعمل الانتربريشن اللي هو عن طريق الفي ام. دلوقتي هنتكلم عن احنا نقدر ازاي نختار اللغة بشكل عملي. امتى تستعمل الكومبايلد لانجوج؟ لو انت عندك في الالعاب، فانت تفضل سي وسي بلس بلس وراست. طب ليه؟ عشان هي سريعة، وبتعتمد على البرفورمانس، وطبعا بتتواصل مع السي بي يو بشكل سريع، فبالتالي اللعبة مش هتعمل معاك لاج. لو انت بتعمل حاجة زي الأنظمة المدمجة، فانت تستعمل سي. طيب بالنسبة للتطبيقات، تقدر انك انت تستعمل جو ورست، دي حاجة سريعة جدا ومميزة. امتى بقى تستعمل ال interpreted languages؟ تقدر تستعمل ال interpreted languages في المواقع زي جافا سكريبت و PHP، بايثون و R في علم البيانات. وبايثون تقدر انك انت تستعمله في الماشين ليرنينج والموديلنج. خطوات الاختيار، أو خطوات إنك أنت تقيم الاختيار بتاع
اللغات بتاعة البرمجة. أول حاجة تبدأ أنت عندك evaluate performance، إنك أنت تبدأ تقيم السرعة المطلوبة، هل أنا عايزه سريع جدا ولا عايزه عادي، ولا مش مضطر إن أنا أفكر في السرعة. أفكر كمان في البلاتفورم أو في ال OS أو في الأوبريتنج سيستم اللي أنا هشتغل عليها. لو هو مثلا تليفون وكده فأنا بالتالي هستعمل إيه؟ هستعمل كوتلين، أو هستعمل سي شارب، أو هستعمل جافا، وهكذا. أحدد السرعة في التطوير المطلوب. طبعا بعد كده إن شاء الله لما تكون مبرمج قد الدنيا هيكون عندك وقت كبير جدا إنك أنت تحدد فيه اللغات بتاعتك. وطبعا لازم يكون عندك في ديدلاين لكل تاسك هتحصل لك. بالتالي في لغات انت هتستعملها الديدلاين بتاعك مستحيل ان هو يتوافق معاه. بالتالي لازم تفكر في سرعة التطوير او الديفلوبمنت ستيج هياخد منك قد ايه في اي لغة من اللغات المطلوبة. طبعا لازم تعرف السكيورتي، احتياجات الامان، عشان تحدد انهي لغة امن بالنسبة لك انك انت تقدر تستعملها. conclusion، الخلاصة إنك أنت لو عايز تعمل الكومبايليشن فهي عبارة عن السرعة والأمان. أما بالنسبة للانتربريشن فهي المرونة والسهولة. ليه عندك بقى نصيحة مهمة جدا: اختار على أساس متطلبات المشروع مش التفضيلات بتاعتك. يعني أنت مثلا لو أنت بتستعمل جافا وعايز تعمل تطبيقات، أفضل إنك أنت تعملها بكوتلين مش جافا عشان هي أسرع. مش عشان انا مثلا بحب بايثون فاقدر ان انا استعمل بايثون في كل حاجه، مع الرغم ان بايثون دي لغه ممكن تقدر تستعملها في الويب ديفلوبمنت، ممكن تستعملها في الابليكيشنز، ممكن تستعملها في كل حاجه حرفيا. وكل اللغات بتاعه البرمجه هكذا حتى منها سي. بس هي الفكره هنا بتبتدي من ناحيه ايه، انهي اسهل في كل تاسك من التاسكات اللي هي موجوده. يعني انا لما اجي استعمل عايز اعمل ويب ديفلوبمنت او ويب سايت فهروح لبي اتش بي وجافا سكريبت و HTML و CSS. مش هروح لبايثون على اساس برضو ان هو ممكن ان احنا نقدر نعمله بيه. ومش هروح لسي او سي بلس بلس مع رغم ان احنا برضو نقدر ان احنا نعمل ويب سايتس من خلال سي او بايثون، عشان هو هيبقى اصعب من نواحي كتيرة ومش هيمشي مع الشروط اللي هي موجودة. في بقى لغات في المستقبل: JIT Just in Time. Just in Time دي بتجمع الاتنين مع بعض زي ما احنا قلنا قبل كده. عندنا اللي هي عبارة عن الهايبريد لانجوجز زي جافا وسي شارب. دي بتستعمل الاتنين مع بعض، اللي هو بتستعمل compilation والانتربريشن. ما بتستعملش compilation لوحده وما بتستعملش الانتربريشن لوحده. قولي في الكومنتات أي سؤال، ما تنسوش اللايك والاشتراك. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي هنتكلم على أسهل لغة برمجة اللي هي بايثون، وبعد كده هنبدأ كورس البايثون إن شاء الله.